السلام عليكم. لكل اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي يا ريت يكمل معايا الفيديو للآخر لأن الفيديو فيه تفاصيل مهمة جدا. تابعوا معايا الفيديو. لقاء الخميسي هي فنانة مصرية ومن أهم أعمالها كان دورها في سيت كوم راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي، وهي مواليد 1978 48 سنة وخريجة تجارة، والدها مسلم ووالدتها مسيحية. لقاء الخميسي كانت بتقول في تصريحاتها أنا شخصيتي قوية بس على هادي، يعني ما بحبش أبقى مسيطرة واخنق الشخص اللي قدامي. وكمان بتقول أنا مش بشوف نفسي مغرورة لأن الغرور ده حاجة وحشة جدا، كل إنسان المفروض ما يتعاملش بالغرور، وبشوف إن كل إنسان لازم يتعامل بالتواضع لأن الغرور شيء وحش جدا. وهي متزوجة من محمد عبد المنصف وهو لاعب في نادي الزمالك سابقا. لقاء الخميسي طلعت في لقاءات كتير وكل لقاءاتها كانت بتشكر في زوجها محمد عبد المنصف، أو زي ما بتقول هي أوسة، وهي بتحب تقوله كده جدا لأن هي بتقول هو راجل يتحب لأن هو راجل حنين وبيحب ولاده وبيحب أهلي وبيحب كمان مامته وبيقف جنب كل. لو عملت كده هتحط نفسها في موقف وحش وما كانش ينفع تستمر معاه تاني، فبتقول يعني ان هي عدتها لانها بتحبه وبتدافع عنه دايما. وكمان قالت انها بتحس انه باباها وبتحبه زي باباها وبتحب تدافع عنه زي ما كانت ما بتعمل مع باباها. ولكن موقف لقاء الخميسي ايه بعد الصورة اللي نزلتها ايمان الزيدي عن انفصالها عن محمد عبد المنصف؟ طب هل كان ده يعني خبر انفصال ولا اعلان زواج؟ خصوصا الصورة اللي هي بتجمعهم سوا دي يعني صورة غريبة جدا، صورة ما تدلش على انهم هينفصلوا او انفصلوا. نفس الصورة دي اتصورها برضو مع لقاء الخميسي قبل كده، فاكيد الفنانة ايمان الزيدي ممكن تكون حابة انها توصل للقاء الخميسي اي رسالة معينة، خصوصا انها بتأكد على ان الزواج كان شرعي واستمر لمدة 7 سنين. ولكن الفنانة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف زوجها ما اصدروش اي حاجة ولا قالوا اي حاجة لحد الان، ولكن هنعرف ده في الايام القادمة ان شاء الله. بتمنى منكم المتابعة. وصلتوا معايا للدقيقة دي من الفيديو، احب اشكر حضراتكم جدا على متابعة الفيديو، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برأيكم، تشاركوني في رأيكم وتعملوا لي سبسكرايب للقناة علشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم.